عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لطفي الفنان الجزائري تاع الهيب هوب اللي معروف باسم لطفي دوبل كانون، اللي حبوه في الجزائر، حبوه في الوطن العربي، في المغرب العربي، ويعرفونا على المواقف تاعنا يعني ردود الافعال تاعنا اللي تكون سخونه وبارفوا تكون كالم. المهم اليوم انا حبيت نحكي على واحد القضيه تاثرت بها بزاف، هي بما يعرف في الانترنت ولا في الجرائد قضيه خليده تومي اللي هي وزيرة الثقافة تاع الجزائر. هذه القضية تأثرت بها بزاف، ويعني هي فيها عدة مواضيع للنقاش، وعدة مواضيع لازم الإنسان يتولى بهم، وعدة مواضيع تقدر تتقبلها ومواضيع ترفضها تماما باف ما كانش. يعني أي إنسان نقدر ننتقدوه، أنا واحد آخر كما يقول الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس كل تدي منها المليح وتدي منها مش مليح، الناس كل تكريتيكاها والناس كل عندك الحق انك تنتقدها الا الرسول عليه الصلاه والسلام. دونك اون بارتون دو سو برينسيپ كلنا فينا دي ديفو وكلنا فينا دي كاليتي. تقدر تكون هذه الوزيره قادره دارت حوايج ملاح، وقادره تكون كوزيره غلطت في امور اخرى. يعني هذا انسان، طبيعه البشر، غير ربي سبحانه ما يغلطش. اما القضيه اللي تاثرت بها اللي قاستني فريمون هو قضيه التكفير، انه يجي عالم يكفر انسان، عالم مثلا من دولة واحدة أخرى يكفر إنسان على أساس أنه جزائري والآخر أنه مصري، وعلى أساس حب يزيد يعاود يخلق الفتنة باللي الجزائر ومصر ما يتفهموش. وعلاه يا أخي، يا أخي أنك تكفر إنسان فهذا كبيرة من الكبائر، أنك تكفر هذا الإنسان فهذا كبيرة، بلا ما ندخل في الفقه في الكفر القولي والكفر العملي، فكل الحجة تاعك باطلة خلاه. يعني هذه المرأة اللي هي وزيرة، يمكن يجي شاب جزائري ينتقدها فنان ويقول راي ما عاونتناش، راي حايلت علينا، راي ما دارتش مهرجان، راي ما عملتش. هذه نقبلوها بيان سور، وانا يعني من الناس اللي شاك فوا نلقاها نقولها مدينة فلان ما عندهمش مهرجان. تصويت كالصيام أو كالصلاة. قل للمرأة الجزائرية انفوسها باش ما تموتش. طيب بس تشبه الخليل مفيدة يا وفاء الفقاقير وجابوا لنا عبد القديم وقيل شارب عقاقير. يا وفاء الفقاقير كل الشيخ شمس الدين هذا مهبول روح رقيها. فقط نقول له يا لطفي خالدة تومي اللي تبدلك في الدراهم باش تغني، هذه كما تهدرش عليها ما تغنيش عليها. والان فقط يعني دوك نزيد نعطيها الخاوتي باش نقول لكم في الكواليس. لطفي غنى الاغنيه هذه باسكو كاين اطراف خايفين من الوزير الاول يترشح للرئاسيات وحابين يهدموا له الصوره نتاعو. ليس دفاعنا الوزير الاول ولا الاشخاص، تعرفوني ما ندافع حتى على شخص، نحن العالم فقط نقولوا للطفي يا لطفي دوب الفاس، يا المنافق، يا صديقي اللي من اليوم ما رشحتوا لي لا صديق لا صديق حتى واحد، نعرفوك تاع دراهم وكل الغاشي تاع الفن على بالهم بيك واش يكون. يكفروا في الشعب الجزائري ويقول لك راهو مش عربي، راهو مش مسلم، راهم ولاد فرنسا، راهم هك. تخليهمش يا جماعه يضربوكم هك، يزيدوا يعاودوا الكره ويضربوكم على جال، يقول لكم لا الوزيره تاعكم كذا ولا كذا. لا يا اخي، احنا ناس نحترموا الناس الكل، واحنا ناس. تصويت كالصيام أو كالصلاة. قل للمرأة الجزائرية الجزائريين والشباب اللي يقولوا لي يا لطفي راي الثقافة ميتة، راي هلكتنا الثقافة، راي المبالغ المالية، فأنا هاد نقدر نتفهمهم ونقدر نناقشوهم، وربما تلقاها وتناقشها ومام أنا نناقشها، وعلاه فلان عنده مهرجان ويبدروا في الأموال. هذه أمور تتناقش فيها أخذ ورد. أما